الكشري الاسكندراني وجمال الكشري الاسكندراني. يا جمال الأكلة الشعبية الروعة دي. هو البروتين مش بيبقى موجود غير في اللحمة والفراخ بس، لا طبعا بيبقى موجود في العدس الأصفر كمان، وفايدته وقيمته الغذائية عالية جدا. واحنا عاملينه مع شوية بيض مسلوقين ومدحرجينه كده في شوية سمنة، مع شوية بطاطس مسلوقة ومحمرة، وشوية دقة بالثوم هتعجبكوا على مزاجكم، مع طماطمايه متملحة ومتبلة. وتعالي بقى اقولك هتعملي الطريقة ازاي. هنقوله دلوقتي احلى كلام في عمايل الكشري الاسكندراني. هو الكشري الاسكندراني محتاج كلام؟ والله ده محتاج احلى كلام. وتعالي اقولك ازاي عشان تفتحي نفس ولادك عليه ونفس اي حد هياكل منه. هو احنا بنعمله كده اي عمايل يطلع مرة معجن ولا يطلع مرة كده ما يتاكلش؟ لا والله ده انا هخليكي تعمليه احلى من كل مرة بتعملي فيها. وشوفي بقى الطريقة وشوفي بقى الجمال. يلا بينا ندخلوا على التفاصيل. هتكوني جايبة معايا ربع عدس، انا ده اللي جايباه ربع عدس. ربع العدس عامل ايه؟ كوبايتين عدس، وحطيت قصادهم كوبايتين رز. يبقى كوبايتين العدس عليهم كوبايتين رز. وده ليه؟ عشان العدس يبقى قد الرز وما يبقاش قليل ويبقى حلو كده وباين في الاكل. تمام. وطبعا البطاطس حطيتها تتسلق والبيض كمان. يلا بقى نعمله الكشري بتاعنا. هتجيبي حله وتحطي حوالي نص كوبايه زيت. طب هو الزيت مش كتير؟ لا تهيالك ان هو كتير. طبعا مش الكوبايه المج الكبيره، يعني كوبايه كده ايه معقوله بتاعت شاي. هتحطي نص كوبايه زيت وتحطيها في الحل. هو مش كتير ليه؟ علشان الزيت يتخلل كل حبايه من الرز والعدس، لاننا بنشوحه الاول زي ما انا ما عامله قدامكم كده. نزلت بالكميه اللي معايا، كانوا حوالي 4 كوبايات، كوبايتين عدس وكوبايتين رز. قلبتهم كويس وشوحتهم في الزيت لحد ما اتاكدت ان الزيت دخل زي ما بقولكوا في كل حبايه. ونزلت عليهم بايه؟ ب4 كوبايات ميه الا شويه. انا قللت الميه في الكشري مش زي الرز، قد بعض. وده ليه؟ علشان ما يعجنش معايا ويبقى كده مفلفل وحلو. وحطيت شويه ملح وشويه كمون وهتغطيه. وبعد ما تغطيه اول ما يشرب ميته تقومي مهديه النار عليه، هتلاقيه استوى وجميل معاكي ومش معجن خالص. طب ايه اللي انتي بتعمليه ده تاني؟ هتجيبي حله وتحطي فصين 3 توم مقطعهم صغير او دقيهم، وتتبلي ملح فلفل وبصل وتوم باودر وكمون كمان. واول التومه ما تاخد اللون الذهبي تكوني ضربالك كده 3 4 طماطمات في الخلاط وتنزلي بيهم على التومة المتحمرة. احنا دلوقتي بنعمل دقة الكشري. هي مش دقة الكشري دي مع الكشري المصري بس، لا ويا سلام بقى وجمالها كمان مع الكشري الاسكندراني. جربيها مش هتخسري حاجة وهتدعيلي كمان. وبعد كده مش هتبطلي تعمليها مع الكشري الاسكندراني. خلاص كده عملنا الدقة وسيبناها براحتها تتسبك. خلاص عملناها، سيبي بقى الدقة كده على مهلها تتسبك. يبقى احنا كده علقنا على الكشري والبيض والبطاطس والدقة. لفيلك بقى لفة كده في البيت، روقي وضبي طبقي اغسلي نشري، اي حاجة حابة تعمليها انت اعمليها على بقى ما البطاطس تتسلق والبيض كمان. البطاطس بتاعتي خلاص كانت اتسلقت، واول ما بتتسلق بتحسي ان القشره بتطلع معاكي بمنتهى السهوله. انا مش بسلقها بعد ما اقشرها، لا انا بسلقها بقشرها. بمسك البطاطسايه تحت الميه اغسلها كويس، وبعد كده اقوم معلقه عليها تتسلق عشان ده بيبقى افيد. وانتي بتاكليها بتبقى محتفظه بقيمتها الغذائيه، عكس ما بتكوني مقشراها وسايباها تتسلق وممكن تتهرى منك. بس كده. وهقشر كل الكمية اللي قدامكم دي وهقطعها عشان هحمرها، تغيير بالنسبة للولاد. وبصراحة طعمها بيبقى أحلى كتير من إنك تحمري على طول. بصوا بقى بقطعها دواير، تقطعيها صوابع زي ما يعجبك قطعي. انا البطاطس بتاعتي كانت كبيرة، حبيتها كده كده تبقى دواير حلوة كده كبيرة، بتبقى شكلها احلى. وسبتها تتحمر زيادة في الزيت، كانت مقرمشة وزي العسل. بعد كده بقى حطيت الزيت يسخن ونزلت بقى ايه باول
دور في البطاطس. بعد كده بقى بعد ما خلصت البطاطس قمت جايه بقى مدحرجه البيض بتاعي في معلقه سمنه. بس كده. بص الاكل النهارده سهل وجميل وبسيط وباقل الامكانيات تعمليه. وعايزه اقولك طريقه تحضيرك للاكل ورصتك وتقديمك لاكلك ده اللي بيفتح النفس اكتر من انت عامله اكل ايه. يعني انت مثلا ممكن تكوني مكلفة عاملة فراخ وعاملة لحمة وعاملة كفتة والكلام من ده، بس انت مش حاطاه بطريقة كويسة. مش مقدماه بطريقة تفتح النفس. زي ما قلنا وهنفضل نقول ان العين بتاكل قبل المعدة. يعني انت من طريقة رصك للأكل وتقديمك ليه وتحضيرك لأكلك وصينية أكلك وسفرتك، ده بيفتح النفس أكتر حتى لو انت عاملة أكل بسيط بإمكانيات بسيطة. طبعا زي ما شفت أنا قطعت طماطماية وملحتها وفلفلتها بالفلفل والملح والكمون، وحطيت في الاخر معلقه هريسه شطه وملحت البيض وحطيت له شويه برضو كمون. انا عندي ولادي بيحبوه بالكمون اكتر من الفلفل. بصوا بقى الكشري ما شاء الله ما شاء الله، بصوا لونه والله العظيم يتاكل حاف، يتاكل لوحده من غير بيض ولا بطاطس ولا دقه. كان حكايه تحفه، ولا معجن ولا اي حاجه. خطوه انك تشوحي الرز بالعدس في شويه الزيت خطوه جميله جدا. زي ما قلت لك كل حبايه بيوصلها زيت وبيدي بقى اللون الحلو اللي قدامكم ده. وكمان لما ما تكتريلوش الميه وتسيبيه بقى يستوي على نار هاديه بتفرق جدا. والدقه كانت خلصت بقى وببدا اغرف اكلي بالطريقه الجميله اللي قدامكم. عايزه اقولك ان انا لما بعمل اكل كده يعني شعبي وبسيط بحب ارتب له واحضر له كده اكتر لما بعمل اكل تاني. وده ليه؟ علشان افتح نفس ولادي. يعني مش كل الولاد بيحبوا الكشري، مش كل الولاد بيحبوا العدس. كلهم معظم الولاد بيحبوا الفراخ واللحمة والسمك اكتر بصراحة هم يتحبوا يعني. بس برضو لازم نعودهم على الاكل البسيط الشعبي ده، مفيد وحلو. ولازم برضو يتعودوا ان في ايام لازم ناكل فيها الاكل ده. والله اكل جميل. وعايزه اقول لك ان هو برضو بقى يكلف، بس صراحه ما بيكلفش كتير زي اللحمه والفراخ. يعني انا جايبه البيض وربع العدس ب 33 جنيه بس. تخيلوا بس. هو كان من حوالي شهرين اقل من كده طبعا. بس انا جايبه 6 بيضات. طبعا كنت عامله 5 بس يعني. قال لنا واحده قبل الاكل. كان ابني رايح الدرس فقلتها له كده بسرعه. كنت جايبه ال6 بيضات بربع العدس عاملين 33 جنيه. هتجيبي ب10 جنيه مثلا بطاطس وهتجيبي ب10 جنيه طماطم. ادي كده كام؟ احنا قلنا 33 53 جنيه بس كده. والرز عندي اصلا من اول الشهر والزيت عندي برضو. طبعا لو هتجيبي بقى الاكله دي من اولها لاخرها زيت ورز وكل حاجه هتعدلها 80 90 جنيه بإزازة زيت، 50 جنيه بكيلو الرز ب20 جنيه. هتعدي والله توصل 100 جنيه. ما بقاش فيه حاجة رخيصة، بس ربنا المستعان. ربنا هو اللي بيرزقنا جميعا. طبعا انت لو عندك الرز والزيت اساسا في البيت يبقى مش هتكلفي غير 50 جنيه 53 جنيه، مش اكتر من كده. بس الحمد لله والشكر لله احنا احسن من غيرنا. بنرضى بالقليل وبنحمد ربنا على الكتير. ودايما بنقول يا رب والف حمد وشكر ليك ان احنا عندنا لقمة ناكلها ونأكل ولادنا. ويعين كل واحد يا حبايبي على رزق ولاده. ادعوا ادعوا لكل الابهات ربنا يرزقهم ويجبرهم قدام اولادهم يا رب العالمين. ويعين كل ست برضو واعية وشاطرة بتدبر وبتعين جوزها وسند ليه في الدنيا والآخرة بإذن الله. ويوفقهم بقى ويكرمهم في أولادهم. عايزة بقى أقول لكم على خبر حلو. هو طبعا كان من أول امبارح أنا كتبت على المنتدى. أنا عندي بنوتي الحمد لله ربنا كرمها وجبرها في تالتة إعدادي وجايبة مجموع حلو عقبال ولادكم يا رب جميعا. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم وقدرت أفيدكم بأي معلومة حتى لو كانت بسيطة. وما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي أول مرة بتشوف قناتي. فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وكانت معاكي أمنية فودة من قناة بيتك منور مع سما. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.